الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. زي ما حضراتكم شايفين المنظر الجميل اللي قدامكم ده، النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الجبنة البيضة عندنا في البيت، ازاي نصنعها في البيت بكل سهولة. حاجات سهلة وحاجات موجودة في كل بيت، في كل البيوت. تمام، ان شاء الله نقدر نصنعها في البيت. الحقيقة ان دكتور نصحني يعني ان معظم الجبن البيضاء ضارة، يعني مش فيها حاجات كده ما تنفعش تمام لصحة الإنسان. فهنتعلم مع بعضنا بالإمكانيات اللي موجودة في البيت، وهي إمكانيات موجودة في كل البيوت عندنا. هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الجبنة في البيت. تمام، والموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، يعني ما فيهوش أي صعوبة. تمام، والخامات متوفرة. تمام، هنجيب لبن. هنجيب حلة ونحطها على النار ونحط فيها لبن، لتر اللبن مثلا. تمام، اللتر طبعا كيلو. زي ما حضراتكم شايفين، نحط اللبن ونسيبه لما يغلي على النار. تمام، يغلي غلوتين كده. تمام، بس تكون في حله غويطه بحيث انه لما يفور ما يطلعش مننا، ما ينزلش بره الحله. بعد ما غلى تمام غلوتين ثلاثه، ننزله من على النار ونحط للتر عصير الليمون، ليمونتين، عصير الليمونتين او ثلاثه. تمام، بنحط شويه ملح. الملح طبعا لو عايزينها ملح خفيف، عايزينها ملح كتير، عايزينها مالحه، بنزود الملح، بنقدر نتحكم في الملح. وبعد كده بعد ما بنحطها تغلي من على النار وعملنا الملح والليمون، بنحطها في ورقه شاش. تمام، او ورقه فلتر بتاع قهوه زي ده كده، او شاش ستاير، او قماش الستاير، او اي قماشه نضيفه عندنا بس تكون نضيفه جدا. وبنحطها زي كده، وبنحطها جوه مصفى، وبنسيبها لما تتصفى. كل ما نسيبها وقت اطول كل ما تصفي اكتر. ممكن نسيبها يوم، ممكن نسيبها 5 ساعات 6 ساعات. كل ما نسيبها لتاني يوم تتصفى، تطلع معانا تبقى بالشكل ده. بقت معانا جبنه بالشكل اللي شايفينه قدامكم ده. تمام، طبعا ورقه الفلتر دي نظيفه يعني. تمام، طلعت معانا بقت بالشكل ده كده الجميل ده. تمام، بألف هنا وشفا. اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم واكون عملت حاجه مفيده. تمام، اتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا اللايك، واشكركم شكرا جزيلا. مع السلامه.